يا مساء النور والسرور، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده هعمل اكله دسمه كده وحلوه، من حاجه كده يعني تقيله كده. هي مش تقيله قوي يعني. هعمل طاجن كوارع. آه طبعا عملته قبل كده في القناه، وبعمله على طول بالطريقه دي، وبحب الطريقه دي لان احنا مش اكلين الفته يعني الصراحه، يعني ما بنحبش الفته قوي. لما باجي اعمل مثلا الكوارع بالفته ما بتاكلش قوي يعني، فبعملها كده طاجن احسن. هعمل معاها محشي فلفل، هعمل معاها ممبار. الممبار ده يا بنات ربع كيلو، شايفين ما شاء الله الكميه. الحلو بقى في الممبار ان هو بيرمي معاك كده كميه يعني. النهارده الاكل مش ليا، الاكل لحماتي. آه طبعا انا جايبه 2 كوارع، جايباهم اللي هما الصغيرين البتلو. تمام. هو بيكسرهم لي بالشكل ده، وانا بروح البيت بقى بقطعهم. انا كنت نقعاهم كده وحاطه عليهم شويه خل، ونقع الممبار نفس الموضوع. تمام. معايا هنا البهارات اللي هنستخدمها: معايا فلفل اسود حب، معايا كمون، معايا كزبره، الحاجات دي كلها سليمه. معايا كوبيبه صيني، معايا ورق لوري، معايا روزميري. طبعا روزميري ده انا بحبه في حاجات كتير قوي، خصوصا الحاجات اللي هي ليها ريحه كده يا بنات. يعني انتوا عارفين الكوارع والكرشه والكلام ده والفشه بيبقى ليها ريحه، لما بتحطي حاجه ريحتها اقوى من الحاجه ديت بتغطي عليها. فاهمين قصدي ايه؟ هبتدي ان انا كده اقطع الكوارع بالشكل ده. طبعا هو بيبقى مكسرها لك، مكسر العظم اللي فيها عشان تعرفي تستخدميها، يعني مش هتعرفي تكسريها وانتي تروحي البيت بقى تقطعيها بمعرفتك. فاهماني؟ الاكله ديت الاكله المفضله عند حماتي الصراحه يعني. انا جوزي كمان بيحبها جدا، انا باكلها، بس في فرق بين انت بتاكلي الحاجه. مش عايزه اقول الكلام ده قدام ولادي، بس في فرق ان انت تكوني بتاكلي الحاجه، وفي فرق ان انت تكوني بتحبي الحاجه. تمام. انا الحمد لله كل الاكلات باكلها، ودايما بقول لاولادي كده: مفيش حاجه اسمها اكله انت ما بتحبيهاش، او مش هاكل الاكله دي. يعرفوا ولادكم كده الحته دي يعني. يعني الاكل يتحط احمدوا ربنا عليه وياكلوه في الظروف اللي احنا فيها دي. آه، ابتدينا اقطع كده الكوارع بتاعتي بالشكل ده. طبعا الكوارع ده عشان تقطعيها لازم يكون حد يمسك معاك الصراحه، لان بتبقى مهما كانت السكينه بتاعتك مسنونه كويس او حاميه بتبقى صعبه في التقطيع، بس انا بتعامل كده لوحدي، مبحبش حد يقف معايا في المطبخ خالص. عايزه اقولك والله العظيم الواحد على قد كده بيبقى بحس كده ان هو مقصر كتير قوي في حق الناس اللي هي الكبيره، اللي هو زي مثلا حماتك، امك، مش عارف ايه كده. حاولوا يا جماعه والله العظيم. انا عايزه اقولكم ان انا بيني وبين حماتي شارعين 3 يعني، ممكن اروح لها كل شهر مره. عصرت عليها ليمون تاني، حطيت عليها ملح، انا كنت نقعها في خل. تمام. وهسيبها كده شويه. حطيت عليها حبه خل كمان. وما تكتريش قوي في الخل والليمون ومش عارف ايه وكده، هي ليمونه كفايه وحبه ملح. الحاجات ديت انا بحب اغسلها زياده شويه كده وكذا مره، وهي بسم الله ما شاء الله عليها فله ونضيفه جدا يعني. معايا بصلايه، معايا طماطميه. طبعا مسرعه الفيديو لان احنا كده مكناش هنخلص الصراحه، يعني مكنتش عايزه ان انا اطول عليكم اكتر من كده. معايا كمان الممبار، بجيبه بالشكل ده وابتدي اقطعه زي ما انا عايزاه بالاحجام اللي انا عايزاها. هو الممبار ده كان ربع كيلو بس. عايزه اقول لكم يا جماعه والله حماتي ربنا يديها الصحه بتعشق اكلي، وخصوصا حاجات معينه الصراحه يعني منها الكيكات، المحشي بجميع انواعه، الممبار، الكوارع كده يعني. بتحب البط كمان من ايدي قوي. ربنا يديها الصحه هي وامي كده ويبارك لهم يعني. حط شويه خل، وخلي بالك الممبار ما بيستحملش، يعني متقعديش تعجي فيه قوي قوي، هو متنضف متقعديش تعجي فيه، فهو يقوم ايه بقى منك، يتهري منك ويتقطع منك. طبعا كنت غاليه ميه، حطيت نزلت بيها كده نزلت بالكوارع في الماء المغليه بتاعتي. هحط الكوارع بتاعتي كده كلها، وهنزل بالبهارات اللي هي حاجه عندك اضافيه حطيها، او اي حاجه مش متوفره شيليها، مش مشكله، ده مش اساسيات يعني. بس بفضل انا احط الحاجات في كده اللي هو الحبوب يعني. حطيت نص معلقه سكر. تمام. وبعد كده هي قربت تستوي،
قربت تستوي. انا حطيت كده الايه الملح. خلاص هي كده استوت. هبدا احطها في الطاجن. شايفين يا بنات؟ شايفين السوا بتاعها؟ انا مش بحطها في الطاجن وهي نيه، هي بتبقى مستويه. فاهمين قصدي ايه؟ لان الخضار ما بياخدش سوا وانا مقطعاه رفيع. حطيت كده من تحت كده طبقه من الكوارع وهنزلت بالخضار بتاعي. حطيت هنا بطاطس وحطيت كوسه، الحاجات برضك اللي عندك اختياري. وده كان عندي كده في الفريزر طلعته. عارفين ده اللي هو الكيس اللي هو بيبقى فيه شوربه الخضار اللي هو مثلا ايه، فاصوليا بسله جزر كده يعني. وانا قلت لك قبل كده متوفر عندي، انا قبل كده عملتها بكوسه وبطاطس وجزر. اي حاجه متوفره عندك حطيها، مش اي حاجه مش موجوده خلاص ممكن تعمليها ببطاطس بس يعني. تمام. هبتدي ان انا ايه ارص كده، وهحط بقى ايه شويه ميه، ومش هكتر الميه قوي لان الخضار هينزل ميه. تمام. مش هحاول ان انا احط شوربه كتير او ميه كتير، عشان الخضار زي ما قلت لكم هينزل الميه بتاعته. يعني الخضار ما بيشربش ميه، هو الخضار بينزل. كده انا ظبطت الفلفل وغسلته. والممبار نفس الموضوع. هنا هعمل خلطه، هعمل خلطه اللي هي ني في ني. تمام. جبت هنا الرز انا غسلته، والخضره نفس الموضوع قطعتها وغسلتها. انا بحب الخضره قوي في المحشي، بحبها تكون كتير يعني، بتدي طعم حلو قوي للمحشي والممبار وكده. دول يا بنات التلات بهارات اللي انا بحبهم بفضلهم على طول، اللي هو الكمون والكزبره الفلفل الاسود. طبعا انا كان عندي شويه بسيطه كده فقطعناهم مع بعض يعني في كبه واحده. نزلت طبعا بحبه شطه مش كتير، ونزلت بالملح بتاعي. وعندي هنا ده مرقه لحمه او بهارات لحمه او حاجه زي الماجي يعني كده. وعندي هنا ده السبع بهارات. وانا قلت لكم الحلو بقى في المحشي ان هو تكون بهاراته كده يعني معقوله، يعني مش كتير اوفر بس معقوله. تمام. هقلب كده الخلطه دي كلها مع بعض كده. هحط شويه زيت صغيرين. خلطه المحشي ديت الحاجات دي هضربها في الخلاط يا بنات او في الكبه. هضرب البصل هفرمه كده والفلفل الشطه معاه. المحشي اللي هو ني في ني ده يا بنات انا الصراحه ما بعملوش كتير، بس الصراحه بيبقى حلو خفيف قوي، بيبقى حلو بجد يعني. كده انا بضرب في الكبه بقى الطماطم والبصل والفلفل الشطه. حطيت بصلايتين وحطيت 2 فلفل وحطيت هي برضو حماتي بتحب الاكل يكون شطه يعني، يكون مثلا حامي او حراق قوي. وانا عيالي ما كانوش بيحبوه بقى كلهم بيحبوه اتعدينا منها. ضربت كده كمان كل الحاجات بتاعتي. ممكن بعد ما تعملي الحركه دي كلها كده الخلطه خلصت. بس ممكن بعد ما تخلصيها تيجي ماسكه الصينيه دي كلها وتحطيها على النار، اللي هو يا دوبك ايه تبتدي، عارفه انتي مش تسخن كده، تسخن يعني سخونيه حلوه كده. وانا لا فضلت ان هي تكون كده يعني. هحشي المحشي طبعا ايه ما تملهوش قوي عشان الرز بيزيد. الفلفل ده يا بنات كيلو. هي عماد اكتر محشي بتحبه بصراحه ورق العنب والكرنب والفلفل، ما ملهاش في الباذنجان ولا الكوسه قوي. بس انا طبعا ما كانش عندي لا كرنب ولا ورق عنب، بعت العيال جابولي كده ده الفلفل كده في السريع يعني.
الممبار والكوارع وكده، حاجات دي ببقى جايباها كده واحطها في الفريزر لما بلاقيها، يعني يكون معايا فلوس بجيبها. دي بقى شوربة ايه يا بنات؟ دي شوربة الكوارع. يعني حاجة دسمة دسمة اخر دسامة يعني. هيخلي شوية البردات مش هحطهم، اللي بيبقوا في اخر الطبق دول او في اخر الحلة. وكده خلاص انا حطيت المية كده، الشوربة كده يعني، وهولع عليها وابتدي ان انا احشي الممبار. طبعا انا عامله حاجات قليله يعني مش تاخد معايا وقت، يعني كيلو فلفل، ربع كيلو ممبار، حاجات كده يعني. بصي يا بنات، الممبار عشان يبقى سهل عليكي اعملي كده، يعني حط صبعك الاتنين في الممبار وابتدي احشي بالطريقه دي. طبعا انا مش عارفه ليه، انا كنت متوقعه ان يعني الصوره كامله قوي، بس مش عارفه ليه كده مش عارفه، خدتش بالي ان انا الصوره مش واضحه قوي كده يعني. عامه انا عملت ممبار كتير قوي على القناه على فكره، وهتقلبوا في اي فيديو هتلاقي كتير ممبار يعني. الممبار ده حجم متوسط، مش اللي هو التخين قوي. وما تملهوش قوي عشان هتلاقيه بفرقع معاكي في الحله، وهتلاقيه اتقطع كده ومالك الحله رز. التليفون وقع يا جماعه، سوري. كده انا خلصت الخلطه بتاعتي وخلصت الممبار. ما عرفتش اقص الحته دي، فمعلش بقى اعذروني يعني. هو التليفون وقع من الستاند كده لوحده. معايا هنا الميه حطيتها تغلي من اول ما بدات ان انا احشي، وهنزل بالممبار. بصوا هو اول ما بتحطيه كده بيقفل لوحده، يعني ما تقلقيش من الحته دي. بصوا بيقفل ازاي. ما بحطش في ميه الممبار اي حاجه خالص، ما بحطش فيها اي حاجه اي حاجه، لاني الممبار انا حاطه فيه توابل وحاطه فيه حاجات كتير قوي. ما بحطش في الميه اي حاجه. تمام، يعني عندي ممكن تحط شويه ملح وخلاص. ميه الممبار دي يا بنات الصراحه انا يعني ما بستخدمهاش في اي حاجه. بص بيقفل ازاي الممبار. يعني ما بعملش بيه اي حاجه، انا بسلق الممبار وارميها. والمحشي هنا بتاعي اهو قرب يستوي، والطاجن في الفرن. شايفين الممبار بتاعي ولا فرقع معايا ولا رز طلع منه ولا اي حاجه خالص. كده طفيت على المحشي، استوى. والرز استوى، اتاكدي من الحته دي. وهنا طلعت الممبار يهدى شويه. ما تطلعيش من الحله وتحطي في الزيت على طول، خدي بالك من الحته ديت، لان حرق الزيت يعني بجد يعني ربنا يسترها معانا ومعاكم. تمام، هحط كده في الطاسه وهبتدي ان انا اقلبه. ما بياخدش وقت الصراحه خالص. هعمل كده لغايه ما اخلص الكميه كلها. وانا كده بص طلعته اهو. شايفين الجمال؟ شايفين لونه حلو ازاي؟ والله يا بنات ولا واحده فرقعت ولا رز طلع منه ولا اي حاجه خالص. طبعا هحط الممبار في الحله، في العلبه دي سوري، والمحشي هاخده في الحله زي ما هو، والطاجن ده هاخده زي ما هو كده. شايفين ما شاء الله لونه؟ مش عايزه اقولكم بقى على ريحته. والخضار استوى وكله تمام يعني.
شايفين؟ كان ممكن تضربي طماطم في الخلاط وتحطيها، بس انا ما حبيتش اعمل كده، انا حبيته يبقى بالشكل ده، يعني حبيت الحاجه دي تبقى زي شوربه خضار مثلا او كده يعني. والمحشي بتاعي كمان استوى، هسيبه في الحله زي ما هو. هحط بس الممبار اللي في العلبه ده. كان الفيديو بتاعي، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.